عارف لما تقدم روحك لحد على طبق من ذهب، وتقدم له كل حاجة ممكنة وغير ممكنة داخل طاقتك وخارج طاقتك، وما تبخلش عليه بأي حاجة، بالدعاء بالدعم النفسي، بالدعم بكل حاجة حرفيا. وبعد كده الشخص ده يردلك اللي انت عملته ده بأذى، بإهانة، بكسرة، كسر خاطر، كسر نفس، كسر قلب. انت متخيل الشخص اللي انت كنت بتفضله عن العالم كله هو ده الشخص اللي انت كنت بتقول عليه ده مستحيل يعمل كده، هو اول شخص يعمل كده؟ متخيل؟ انت دلوقتي زعلان ومتضايق ومش عارف تتخطى، صح؟ شايفه ان هو مثلا عايش حياته او ان هو مبسوط، بس هيهات، ان ربك لبالمرصاد. ربنا سبحانه وتعالى ما بيسيبش، وياما في الدنيا مظالم زي ما في الحبس مظالم، بس ما تكونش انت دقت الأذى والظلم وتدوقه لغيرك، ما ينفعش. يبقى انت كده ما تعلمتش درس. ما تجيش انك انت لما تتأذي تقول طب والله لا اذي الناس اللي حواليا، طب الناس ذنبها ايه؟ ما يمكن يكون في ناس كويسة وناس نظيفة، فما تاخدوش ده بذنب ده. الشخص اللي اذاك ربنا سبحانه وتعالى هيجيلك حقك منه تالت ومتلت، ولا تظلمون فتيلة ولا مثقال حبة من خردل. الخردل الصغير ده يعني ربنا بيأيد كل حاجة عنده. شوف، هتصوم، هتصلي، هتزكي، هتحج، هتعتمر، هتعمل كل حاجة، بس كل ده مش هيغنيك عن سؤالك يوم القيامة بالشخص اللي انت أذيته ده. ربنا سبحانه وتعالى بيسقط كل الحقوق إلا حقوق العباد. الشخص اللي انت ظلمته هيجيلك يوم القيامة، انت عملت كده فيا ليه؟ هتلاقي ربنا جابلك حقك ان شاء الله. فطبطب على قلبك وقول الحمد لله يا رب ان ربنا سبحانه وتعالى خلاك لسه عايش على قيد الحياة بعد المعركة اللي اتعملت فيك. انا عارفة ان انت اكيد مريت بحاجات وحشة، بس اوعى تغلط وتقول انا هأذي زي ما اتأذيت. فاقد الشيء لا يعطيه، دي كلمة غلط. لا، فاقد الشيء يعطيه. فاقد المحبة بيعطيها. فاقد الأدب مع الناس اللي شاف حواليه، اتنشأ في حوالين ناس مش كويسين، لو هو جواه كويس وبذرته كويسة مش هيأذي حد، مش هيهين حد، مش هيغلط في حد، مش هيكون جاحد قوي كده. فكل إنسان بيعمل بأصله، وقبل أصله دينه، وقبل دينه بقى إن الشخص ده ربنا راضي عليه ولا لأ. ما هو ربنا لما بيكون مش راضي على عبد بيسلط عليه نفسه، فبيأذي اللي حواليه عشان يجي في الآخرة يقتصوا منه. مهما عمل ومهما قدم، حقك هنا في رقبتك، ذنبك متعلق على رقبتك وهيتاخد منك يوم القيامة. ابسط يا عم، ان شاء الله كده هتتشوشو كده يعني وش وظهر. ف اياك والظلم، اياك تسيب شخص يفضل يسأل نفسه هو انا ليه عملت كده؟ طب هو سابني ليه؟ هو عمل كده ليه؟ هو اذاني ليه وانا ما قدمتلوش غير كل خير؟ انك تسيب شخص يفضل يسأل نفسه كل يوم هو انا عملت ايه؟ هو انا استاهل كده؟ ده اذى كبير قوي، انت مش قده، والله العظيم انت ما قده. انت مستهون بالكلام، بس ادخل جوه القلوب وشوف ما يعلم جوه القلوب غير اللي خلقها.
وعلى قدر الوجع اللي انت سببته للي قدامك ربنا هيسببه لك وهيبتليك بيه. اللهم إن أحد عبادك ضرني وضره لن يبلى، فأرني فيه ما يرضيني ويرضيك ولا يرضيه. الدعوة دي قوية أوي يا جماعة. آجلا أم عاجلا الحقوق راجعة بإذن الله، واللي ظلم حد هيتظلم زيه، واللي أذى حد هيتأذي زيه. ما بالك بقى الشخص اللي انت قدمت له كل حاجة حلوة وقدمها لك بالإساءة والأذى؟ تفتكر ربنا هيسيبه كده؟ مش هيسيبه. إن ربك لبالمرصاد. السلام عليكم.